بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله معادنا مع المحاضرة الثامنة من محاضرات كيفية ربط الفيجوال بيزك بالإكسل. خدنا الإضافة وخدنا التعديل وخدنا الحذف. النهاردة إن شاء الله هناخد إزاي أعمل سيرش أو بحث عن البيانات داخل الإكسل عن طريق الفيجوال بيزك. تعالوا نبدأ مع بعض واحدة واحدة زي ما اتعلمنا. هننزل التكست صغير كده عشان نبتدي نحط فيه البيانات. الموضوع سهل خالص ان شاء الله اهو. وهنزل بوتون عشان ايه البحث. ممكن نحط صورة، ممكن نحط بوتون، ممكن نحط اي حاجة، مش هتفرق. ونقول له هنا ايه بحث. تمام. طيب تعالوا نشوف هنبحث ازاي. ده التكست بتاعنا اهو. عايزين نعمل جملة البحث، جملة السيلكت. طيب تعالوا نخش على الموديول اللي احنا بنشتغل عليه. انا عندي في الموديول ده جملة السيلكت اللي انا بشتغل بيها. طيب انا لو عملت رن كده المفروض ان البيانات بتطلع قدامي زي ما انتم شايفين. انا عايز ابحث بالاي دي مثلا، يجيب لي كل الاي دي اللي هو 11 او 12 او 2، يبقى بالاي دي. يبقى انا هشتغل بالاي دي. طيب يبقى انا عايز اكتب، لما اكتب 2 هنا مثلا وادوس بحث يجيب لي 2. طيب تعالوا نعملها ازاي. هناخد اللود ده، اللود هو اللود، جملة اللود هي واقول له مثلا ايه لود تيبل باي اي دي مثلا. ماشي. واروح هنا التيبل دي تي هو هاجي بس هنا في الجملة دي اغيرها. طبعا هشيل النلات خلاص. هقول له and id بيساوي ايه at id. هقول لكم ليه. يبقى انا كده المتغير ده بيساوي نفسه at id. ماشي. وهعمل متغير حاجة اسمها سيكوال سيرفر، او مش سيكوال سيرفر، متغير على كوماند. قول دي بي متغير. طيب هقول له ايه كوماند دوت اد بارامتر دوت بارامتر دوت اد، وافتح قوس. اقول له والله انا عايز اعمل بارامتر اسمه اي دي. ده اللي انا ايه حاطه فين، حاطه هنا. نوعه ايه يا عم البارامتر ده؟ هقول له كوما كده، يقول لي نوعه انا عايزه انتجر. انتجر ماشي. ادي نوع انتجر. واقول له دوت فاليو، وقيمته تاخدها بيساوي مثلا سي ايه، هتساوي اي دي. طب ايه الاي دي؟ الاي دي اللي هياخدها منين؟ او اي دي هنا عشان في حاجه اسمها اي دي، خليها اي دي 2. هقول له الاي دي 2 ده خده منين؟ خده من فوق از انتجر. يبقى هو الاي دي 2 انا هخش اكتب له الاي دي، ياخده هنا ويروح حاطه فين في المتغير ده. والاسلوب ده الصراحه الحمد لله كويس، ما بيحصلش منه مشاكل خالص، ان انا اعرف متغير على مستوى الاول دي بي واديهوله بارامتر واخده من فوق. طب هنعملها ازاي هنا؟ هاخد دي كوبي واروح رايح قايل له والله بقى الزرار ده لما ادوس على بحث ده اعمل لي ايه؟ قول لي هات لي كل الايه الاي دي اللي هو تكست بوكس دوت تكست. طيب عشان انا اضمن ان هو رقم يطلع رقم، يبقى ايه فال يجيب لي رقم. ماشي عشان ما يهنكش او يضرب او كده. طيب دلوقتي هو لما يجيب الاي دي هو فال هنا حاسس بيها صفر. طب ما هو مفيش صفر، لو انا سبته فاضي هيحصل ايه؟ هيديني مش هيطلع بيانات. لا انا هقول له ايه بقى؟ هقول له والله اف. يبقى احنا هنا عشان هو لما يدي صفر هنا يطلع البيانات كلها. يبقى انا هقول له اف تكست بوكس لا تساوي دوت تكست، لا تساوي فاضي، اعمل اللي انا بقول لك عليه ده. لكن لو هي فاضيه بقى else. لو هي فاضيه end if. لا انت هاتهم كلهم، هات لي الجدول كله. لو هو فاضي يبقى انا ما ببحث، هات لي الجدول ايه الجدول كله. يبقى انا كده لو انا شغلت، تعالوا نكتب هنا مثلا 1 وندوس بحث هنلاقي ايه فاضي. طب تعالوا نكتب فاضي او سيو فاضي واعمل بحث جاب لي ايه كله. طب لو انا كتبت 2 وجبت بحث يبقى جاب لي ايه اللي هما 2. طب كتبت 12 يجيب لي 12، 11 يجيب لي 11. طيب كده يبقى انا ايه، انا ممكن اعملها على تكست تشينج وده يبقى طبعا اقوى، ولكن برضو ايه انا بعرفكم كل الطرق.
ماشي. لو انا جيت عملتها على تكست تشينج، يعني ايه على تكست تشينج؟ يعني انا ادوس دبل كليك كده على التكست واخد نسخة من دي، اروح حاططها فين؟ حاططها هنا. يبقى انا كده هيتحرك معايا على حسب الشغل بتاعي، هيتحرك معايا على حسب الشغل بتاعي. مجرد ما اكتب واحد ما يلاقيش امسح يجيب لي كله، اكتب اتنين يلاقي، خمسة على طول كده ايه، من غير ما اقعد ادوس زرار بحث. طيب ده كده اول مرحلة او اول الجزء، ازاي ابحث عن طريق التكست بوكس عن رقم. هنكتفي بهذا القدر المرة دي، وان شاء الله المرة الجاية هنشتغل على الاسم، هنشتغل ازاي ابحث على الاسم عن طريق التكست بوكس برضه. وإن شاء الله المرة اللي بعدها هنشتغل إزاي أبحث عن أي بيانات في كومبو بوكس عن طريق كومبو بوكس، يملى البيانات في كومبو بوكس ويبحث من خلال الكومبو بوكس. والمحاضرة اللي بعدها إن شاء الله ناخد إزاي نبتدي نجمع الأرقام داخل الداتا جريد فيو، إزاي نجمع الأرقام داخل الداتا جريد فيو ونعملها إجماليات تحت كده، بحيث إن أنا إيه الكلام ده بيهم المحاسبين، إن أنا بعمل مثلا بحث وإيه أكتب الأرقام الإجمالي بتاعها تحت. أشوفكم على خير المحاضرة الجاية وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.